بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور عمرو ابو سمره، مدير مستشفى كفر الشيخ العام. الحقيقه النهارده احنا بنتكلم على الاضراب. اولا احب اهني الاخوه المسيحيين بمناسبه عيد الميلاد المجيد. اعاد الله على الشعب المصري كله بخير وسعاده ان شاء الله. بحب اتكلم على الاضراب النهارده. الحقيقه المستشفى عامله اضراب جزئي. النقابه بعت لنا منشور ان في اضراب يوم 1 ويوم 8. ده اليوم الثاني في الاضراب اللي هو 8 يناير. الاضراب جزئي بمعنى ايه؟ اضراب في العيادات الخارجيه فقط، انما كل سبل المستشفى ان شاء الله شغاله. طوارئ شغاله، العمليات شغاله، الحضان شغال، الرعايه المركزه شغاله، القسم الداخلي شغال. لا بالعكس، كمان في العيادات الخارجيه بعض الحالات الطارئه اللي بنواجهها زي العلاج على نفقه الدوله والعلاج المزمن لمرضى السكر ومرضى القلب، بياخدوا علاجهم النهارده ان شاء الله، بيصرفوا الادويه عادي خالص. التوقف بس او الاضراب بس في العيادات الخارجيه فقط. طيب هل ده أثر على المرضى المترددين على العيادات الخارجية اللي هم مش لاقيين فلوس علشان يكشفوا بره في العيادات الخاصة؟ المرضى العيادات الخارجيه طبيعه المرض بتاعهم مش طارئ، ممكن ينتظر لبكره او بعد. احنا شغالين بكره ان شاء الله، فهو مرض مش طارئ. انما اي مريض عنده حاجه طارئه بيروح الطوارئ او قسم الاستقبال عندنا وبيتلقى الخدمه الطبيه اللازمه وبياخد العلاج بتاعه. طب بالنسبة للأقسام الداخلية للمستشفى، بالنسبة للجلدية وغيره، ده بيبقى شغال عادي؟ الجلدية ما فيهاش داخلي، الجلدية فيها عيادة خارجية فقط. انما البطنة والجراحة والاطفال والعناية المركزة كله شغال كله شغال الحمد لله. طب هل المستشفى كفر الشيخ العام بتستقبل جميع المرضى على مستوى المحافظة، ولا في مستشفى آخر هي مكلفة بذلك؟ الاضراب على مستوى الجمهورية، على مستوى كل المستشفيات. انما علشان مستشفى كفر الشيخ العام هي المستشفى الام في المحافظه، هي اللي بتستقبل كل المرضى، فاحنا فعلا جالنا حالات من بعض المراكز. اذا كنا بنقدر نؤدي الخدمه في حدود عدم الاخلال بالاضراب احنا بنقدم. اذا كان في اخلال بالاضراب احنا بنقول لهم تعالوا بكره او بعده ان شاء الله ياخدوا الخدمه بتاعتهم. شكرا دكتور. عفوا. تمام.